مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من السلسله ان تقوى المذهله. الحلقه اللي فاتت هضرنا على منطقه الرحى المزيفه وكيفاش عقلك الباطن كيحاربك فاش كتبغي تبدل حياتك. اليوم وصلنا للموضوع اللي كيسهر كاع الشباب بالليل. اليوم غنهضروا على الفلوس والرزق. الكاتبه جين سينسيرو كدير واحد زلزال فكري قاصح بزاف، كتقول بلي اكبر عائق بينه وبين طراء والبيزنس الناجح ماشي هو الازمه الاقتصاديه، بل هي برمجه السلبيه الوسخ الفكري اللي زرعوها في دماغك على الفلوس ملي كنتي صغير. في المجتمع ديالنا كبرنا وحنا كنسمعوا عبارات بحال الفلوس وسخ الدنيا، الناس ديال الفلوس كلهم شفاره وماشي مزيانين، او عيش درويش وموت مستور. هاد العباره كيبانوا لك عاديين، ولكن في العقل الباطن ديالك كيتبرمجوا واحد الخوف خفي كتولي داخل ديالك، كتعتقد بلي الا وليتي غني غتولي انسان خايب ومكروه. وهنا كطيح في تناقض. الصباح كتخرج كتقاتل وتطحن تماره باش تجيب الفلوس، وبالليل عقلك الباطن كيدير المستحيل باش يلوحهم عليك. تبرمجتي على انها وسخ الدنيا. الكاتبه كتقول هضره واضحه، الفلوس ماشي وسخ، الفلوس هي مجرد طاقه واداء تواصل. الا كانت عندك غتقدر تعيش مزيان، غتعاون عائلتك وتعطي بها قيمه للعالم من حولك. الناس اللي كيطحنوا تماره بالليل والنهار وما كيوصلوا لوالو، حيت خدامين بعضلاتهم ولكن عقلهم الباطن حابسهم وخايف من طرا الاسقاط المغربي. والحل خاصنا نحيدوا هذيك العقليه ديال الدور الضحيه اللي كتقول الرزق ليه. الرزق والوفره كاينين في العالم، خاصك تبدل عقليتك من الفلوس، تخلص من ديك النظريه السلبيه ديال الحسد والشك. فاش تشوف شي حد ناجح او عنده طوموبيل اللي كتحلم به، فاش كتحسد شي غني راه عقلك كيسجل باللي الغني حاجه خايبه وبالتالي غيبعدك عليه. الحل هو تبدا تشوف الفلوس كأداة الحريه والتطوير البيزنس ديالك، وماشي كحاجه غتخسر لك اخلاقك. دابا انت فهمتي باللي الفلوس طاقه، قيتي دماغك من الفكر وسخ الدنيا وقررتي تبدا تفكر كغني واثق في راسو. لكن هنا غتصدم مع واحد العائق اكبر منك، عائق سميتو الاستسلام. عنده اول دقه شنو غيدير فاش تبدا بيزنس ديالك بثقه والوفره وتجيك الصدمه الاول وتخسر فلوس كامله بدقه واحده؟ واش هذه علامه باللي الطريق ماشي ديالك، ولا كاين واحد الاختبار سري كيدوز منه غير العظماء باش يوصلك القمه؟ هادشي هو اللي غنشوفو في الحلقه الخامسه. غنهضروا على الصدمه والنهوض. اشترك في القناه وفعل الجرس وخلي لايك وقول لي في التعليق واش باقي كتعتقد بلي فلوس وسط الدنيا. نتلاقاو في الحلقه الجايه. تهلاو.